الكونسبت رقم 9 RFM Analysis أو RFM Segmentation. RFM يعني Recency Frequency Monetary Analysis. الاناليسيس دي ثلاثية الأبعاد، يعني بتاخد المنظور من 3 أبعاد مختلفة وتدمجهم مع بعض عشان تعرف تقسم الداتابيز أو الكاستمر بيز اللي موجودة عندك. من اسمهم كده باين ريسنسي يعني امتى آخر مرة الشخص أخد الأكشن اللي انت عايزه. فريكونسي أخد الأكشن ده كم مرة. مونيتري الأكشن ده إجمالي القيمة المادية بتاعته، إجمالي القيمة المادية بتاعت كل الأكشنز اللي أخدها الشخص ده. الأناليسيس دي بتتعمل على ليفل البني آدم نفسه. بنستخدم نوع الاناليسيس دي عشان نحطه في سيجمنت يدل على البيهيفير اللي هو بيعمله في الكوميرس عندنا. فباستخدام ال3 دايمنشن دول، الريسنسي اشترى مننا من قد ايه، الفريكونسي اشترى مننا قد ايه كام مره، المونيتري دفع توتال الفلوس اللي دفعها لنا في كل الاوردرز اللي هو عملها لنا قد ايه. وبناء عليه بيطلع لك في حدود 10-12 سيجمنت اساسيين تقدر بيهم تتعامل بطريقه مختلفه مع كل سيجمنت. فكل سيجمنت يحس انك بتكلمه هو على حسب حالته هو، ونسبه وسنس البيرسوناليزيشن يزيد في الماركتنج بتاعك. وبناء عليه ما تبقاش بتعمل اوفر كده يروح لل 3000 واحد مثلا اللي اشتروا منك، تبقى عارف ان ال 187 واحد دول هم الات ريسك مثلا. فده معناه ان هم قربوا ينسوا البراند بعد ما كانوا اشتروا وبعد ما كانوا كسبوا البيزنس مكسب كويس. فساعتها هتعمل لهم كامبين وهتشتغل معاهم على تشانلز وهتعمل لهم اوفرز معينه غير الناس وليكن مثلا اللويالست اللي هم اوريدي ارتبطوا بالبراند لدرجه كبيره تخليك مطمن ان هم موجودين. فلو هتعمل معاهم حاجه هتبقى من باب الديلايتنج، مش من باب انك انت بتلحق ويست هيروح من البراند وكاستمرز هنخسرهم. وبناء عليه لو طريقه التفكير او طريقه السيجمنتيشن دي موجوده في المنتاليتي بتاعه الماركتنج بتاع شركتك، هتبقى قادر دايما انك تبيرسونالايز المسجز اللي طالعه منك، وبالتالي تاثيرك على الاودينس ده، على الناس اللي اشترت منك، تاثيرك في الريتنشن هيبقى اقوى بكتير جدا من لو بتاخد كل الريتنشن كاستمر بيز اللي عندك في سله واحده وتعمل معاهم حاجه واحده بس، فتاثيرنا يبقى اكبر. اعمل سيرش على الاكسبريشن ده، اقرا فيه اكتر، دور على التولز اللي بتمكنك تعمله، هتلاقي زاويه محبوكه جدا للسيجمنتيشن اللي المفروض تعمله في الريتنشن بتاع شركتك.